قصة هيا بنت عيادة الحربية، وقصة هيا عجيبة، وسببه إنها له زوجوه الواحد ابن عم له، وابن العم هذا رجال طيب مكرم، وأحواله يعني المادية ضعيفة، لا منه صار معه شيء يعني خير من الله، هبها بريحة وهبها بريح الجيران، وهكا الوقت يمدح الرجال، لا منهم هذا قالوا فلان أكثر طبخته هيل، لأن الهيل غالي والعود المسمار أرخص كالوقت، فكان الرجال اللي بيدور الهون يحط عود، والرجال اللي ما يهمه يبي يطنخ روحه ويطرخ جماعته لو كان غالي يحط قهوته كلها هيل، وهو كان هاللون، وكان وهله يقولون يا هيا أنت بنت مزيونة وهاللون وهاللون وذاتها هالمقرود هذا تقعدين ليلتين 3 ليال نوب ما تعشيت، خبر هله من باب الرحمة طبيعي النبوة البنت وما يبون يرحمون بنيتهم، لا صارت عند واحد يوم معه حلال واسبوع ما معه حلال تقعد تبى تلقوا بنتهم، يعني لا تعشى ولا تغدى، ها يرحمونه يا بنت الحلال هالمقرود هذا هالي تشوفي، لا منه جاء ومقسوم الله أقرش بلو يوم يومين، هم من عقب قعدتي يجلس اسبوع 10 أيام تبلشين بعشات، قالت أنا اللي محبب أنبو هذا هو اللي مخلين نغليه طير شل، ولا منه جاوشين هبها بريحي وهبها بريح الجماعة، بنت مطانيخ، والبنات مثل الرجال، بهنا المطروخة والطيبة اللي تدور الطيب، وبهنا البخيلة اللي تدور البخيل، هذه تبيها مطانيخ. قالوا هلا ما به فائدة، هذه ما هي تاركته، ولكن حنا نبيه بالقوة، لا من هزارتنا نبي نقضبه ونربطه عندنا، لا ما يطلزه خصم، نبي نجوزه لا واحد رجال شبعان وتعين خير عنده وتاكل مثل غيره من الواد، ما هو عندها المقرود هذا ليلة نتعشى واسبوع انتباه تلقوه. راحت لمهم زائرتهم هم يقضبونه، قالوا ابد ما تروح لا ما يطلزت، قال يا رب انا ماني مطلزه، لكن اذا هي قالت لي تخبر الطيب طيب، إذا قالت لي طلزا والله لا طلزا، احنا ماني والله غاصب، لكن هي تبينا ونبيه، قالوا توكل على الله ما عندنا لك مرة. قعدت هي لا 10 أيام 20 يوم 25 يوم، يقول امرأة ويقول امرأة حاله يوم تردت حاله صحته، خبر تبي زوجة غالي عليه، وتلقاه هو عند أهله تذكر وقاعد الحيل بهالبيت، ها اي والله يقول يوم انهم قعدوا حول الشهر وهم راجين انه يعني تقنعن وخلاص يعني تعاف وتزهد به، يمر يوم جوهم لهم ضيوف قالوا يبونه تزين، يا هيا تزيني، قالت ماني متزينه، ما تزين والله وانتم طاردين رجلي لي شهر عنه، يا بنت الحلال تزيني، قالت امه بس سوجي الميل المكحل، بس سوجي الميل بعينك، يعني بس تكحلي لا تحطين ورس ولا تحطين شيء، بس لا يصيرين رموش الشهب، حطي بس ميل هالمكحل سوجيه. قالت يا من العين انحاربت زوجة الميل، على عشير بلحش شب ضوه، عليك يلي طبخة نصفها هي، اللي سعب الطيب من غير قوة، المال ما ينفع فون الرجاجيل، والفقر ما يقصر براع المروة، ما مرت نغث الجماعة ولا زيل ذا مغذي ما ينزل حول جوه، ولا عادة ينطح وجيها المجابيل، هذه فعوله بالمجالس تفوه، أجواد نسل أجواد جيل بعد جيل الطيب فيها من قديم وتوه. قالوا ما بث مرة يوم أن هذا يقول روحي الله يقلع سنت وياه وعسى تموتين جوع بهذا، وهي تروح أنت يا هيا عنده يعني مثل النموذج هذا، نموذج طيب يعني للنساء، مثل عملة هيا هذه ترد على قصيدة فاتن، ترد على قصيدة الجميلي، وهن طباعهن الحريم تختلف، بعضهن تبي المطنوخ، بعضهن لا والله تبي الرجال البخيل اللي يجمع الفلوس على أساس أنها متى ما بغت تلقى، بعضهن تبي الرجال الشديد اللي تسلمته يهبون، والرجال اللي لا منه جلس بالمجلس يمر الرجال يهبون سلمته، وبعضهن لا تبي رجال عنده تروح به وتجيبه، مويضية البرازية تقول ما هم خافين رجال الشجاعة، والديبة هم بس المناعير صلفين، تقول يعني أعرفهم الرجال الشجاع اللي كلمتهم تهز الرجاجيل، أعرفهم فلان وفلان وفلان يعني معروفين، والديبة هم
بس المناعير صلفين، يعني الصلفين ما يجون على كيفي، ما أقدر أمشيه على الصلف، يعني اللي شديدة أخلاقه ما أقدر أمشيه على كيف. طيب وش تبين أجل؟ ما هم خافين رجال الشجاعة والديبة همار المناعير صلفين، يريد من دسن بوسط الجماعة يرعى غنمهم والبهم والبعرين، واللي نزرته طار قلبه رعاعة، يقول يا دا فلحشة ويش تبغيه، وإن قلت له هات الحطب قال طاعة، عاجل يجيب الجدر هو المواعيد، ولو أضربه مشتدة فيك راعة، لا هو بشاتيني ولا الناس داري، يعني عندي أرسله أجيبه، ولو زعلت عليه مثل عاد زعلت وخذيت لي شيء ودمغته به مع الراس، لا هو شاتينا، ولا هو قال عند الناس والله فلان يضربتني، يبي يسكت، يبي الستر على ما قال طير شلوى، يبي الستر. فهذه من اختلاف مثلا النساء.